السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم أحمد المصري لفرش العرايس بسوهاج وأسود. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. فيديو النهاردة دي شقة عروسة كاملة، اللهم بارك. ندخل من باب شقة العروسة. هنا دي الركنة، ودي مكتبة الشاشة أو ترابيزة الشاشة. ده شكل الركنة، ومعاها هنا السفرة والنيش. أحب في أول فيديو أشكر العروسة، بصراحة من أحب العرايس لقلبي، بنوتة كده تدخل القلب. وأهل العريس اللهم بارك، ناس ذوق جدا. يعني أنا مش هنسى اليوم من معاهم، كان يوم مختلف بصراحة. ربنا يا رب يكتر أفراحهم ويهنيهم ويسعدهم يا رب. ده هنا النيش. نيش كان قطعة واحدة، طرفتين. حطينا هنا ده طقم الصيني، طقم نص. دلوقتي زي ما قلت لكم احنا دلوقتي العرايس كلها بتجيب طقم نص. مش لازم طقم صيني كامل بصراحة. هنا ده طقم الفطار، كان لونه مميز بصراحة برضو. حبت تغير، ما تجيبش طقم فطار لونه أبيض لأن الصيني أبيض، فغيرت وجابت اللون الزيتي شوية في ذهبي. وحطينا جنبهم طقم كاسات. هنا الرف ده حطينا فيه أطقم كاسات، ده طقم كاسات بوهيمي بالدرق بتاعه، وحطينا جنبه كاسات. وده طقم كاسات ألوان، حسيته هيغير الشكل شوية. هنا برضو حطينا أطقم كاسات. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. ده طقم خشاف. وهنا ده طقم قارورة برضو لونه سيلفر. هنا حطينا كاسات وطقم الخشاف. يا رب شغلي يعجبكم. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي في فرش والعرايس. ده شكل النيش كده. انا بنصح البنات ان ما تكبرش النيش، يعني النيش زي كده تمام او اصغر كمان. بيبقى افضل. كل ما كان النيش اصغر كل ما كان احسن. مش هياخد معانا كمية كبيرة، وهو برضو كان منظر وديكور. لكن ما نكبرهوش، ما نعملش النيش كبير قوي. ده كده خلص معانا النيش. دي كان شكل السفرة. العروسة هنا كانت بتقولي أنا مختارة كل حاجة في الشقة بعناية وبدقة. تنسيقها بصراحة في الألوان كان حلو جدا. اختيارها في الخامات والمفارش والسجاد كان حلو جدا. ده هنا آه دي أوضة النوم، اللهم بارك. عجبني جدا مفرش الفرح، هوريهولكم دلوقتي بالتفصيل. كانت علبته شكلها حلو جدا بصراحة، يعني تحس العلبة لوحدها منظر. دي كده الستاير. هنا عاملين كنبة زي البنكет، بس حاطينها على جنب عشان ما تزنقش الأوضة. ده شكل المفرش. دي التسريحة. هنا حطينا الميك اب بتاعها والبرفان. نشوف الدولاب. ده لبس الخروج. تعرفين مش بصور الملابس الخاصة. هنا حطينا رف ملايات وفوط مع برضو كملنا ملايات. هنا كل رصة طبعا بشكل مختلف، مبقاش كله شبه بعضيه. اللي بيسألني أنا بروح بعمل، عشان السؤال ده بتسألني كتير وفي ناس بتقلل شوية من الشغل بتاعي. أنا حبيبتي برصلك متخصصة في رص جهاز العروسة. بنرص دولاب أوضة نوم، دولاب أطفال، مطبخ، نيش، بنفرش سراير، بنرص التسريحة.
ملناش خالص علاقة بالنظافة. احنا راس وتفنيش، يعني انت كل اللي عليك ان انت جهازك هيروح بس تفصلي لي شنط الهدوم وعلب الفوط وعلب الملايات في أوضة النوم زي ما هي مقفولة، وحاجة الأطفال في الأطفال، والنيش جنب النيش، والمطبخ جنب المطبخ. ده كل المطلوب منك. طبعا قبل جهازك ما بيروح لازم شقة العيال تكون نظيفة، ما يكونش فيها تراب وحاجات كتير، عشان ما تبوظي التراب ما يروحش يعني على الحاجة بتاعتك الهدوم وكده. احنا بقى بنخرج من الشنط وبنطبق، ومن الملايات علب الملايات بنطبق، وعلب الفوط بنطبق طبعا، وبنرص في الدواليب. بس عشان الناس ما تقللش من الشغلانة شوية، عشان في ناس بتحب كده تقلل من قيمة اللي انت بتعمليه. احنا ساعات بنقف بال10 ساعات وال12 وال15 ساعة. اللي مش بيصدق ان انا والله بقف بال15 ساعة على رجليا. ان اللهم بارك الشقة كانت 3 أوض نوم، طبعا الحمد لله كله خلص في نفس اليوم. التنظيم بيريحنا طبعا، بيريحني وبيريحك. كل الحاجات اللي انا بقولك عليها والتفاصيل اللي انا ببعتها لك اول مرة تحجزي معايا ببعت لها التفاصيل والنظام. وطبعا هي ليها حرية الاختيار، عجبها نظام تمام بتتفق معايا وبتأكد عليا، ما عجبهاش عادي مفيش اي مشكلة. زي ما قلت لكم الشقة دي كانت 3 أوض نوم، دي أوضة نوم فيها سرير وفيها دولاب. عملنا هنا دولاب للمفروشات لوحده. دولاب الأطفال خلينا لحاجة الأطفال. هوريكم دلوقتي دولاب المفروشات كان مكون من ايه. عايزة زي ما قلت لكم أنا هنا خلصت كله في نفس اليوم، مش بروح لعروسة يوم تاني، هو يوم واحد للفرش. كل الفكرة بس إن أنا لو خلصت الشغل لقيت الدنيا نظيفة وتمام بفنش طبعا، وبتساعد فرش السجاد ونحط الفينش الأخير. لكن لو أنا خلصت شغل لقيت الدنيا زي ما هي فأكيد بقول لها حبيبتي أنا كده عملت اللي عليا وتمام كده. ده دولاب المفروشات زي ما قلنا، حطينا تحت هنا دي دفايات وبطاطين والحافات وملايات، وده مكان مفرش قطيفة عجبني لونه جدا بصراحة، وفوق هنا الحاف ودفاية جنبه. ده شكل الدولاب. يعني هتلاقي هنا كله مفروشات بتاعت السرير الكبير. هنا برضو حطينا بطاطين وكوفرتيات صيفي ودفايات طبعا. كل المفارش لو طبعا عندنا مكان بنحط طبعا كله في الدولاب، مش حلو انك تحطي حاجات فوق الدولاب، بس ساعات يبقى غصب عننا ان احنا لازم كله يتحط. لو اتحطت حاجة من فوق بيبقى غصب طبعا، لو العروسة جايبة كمية كبيرة. كده دي خلصت. هنا دي أوضة الأطفال. طبعا دلوقتي محدش بيعمل أوضة أطفال بالرسومات والحاجات دي، لأ دلوقتي بيعملوها أوضة شبابي. شغلها بيبقى زي شغل أوضة النوم. الستائر ما بيبقاش عليها يعني بيفضل إن هي بتبقى مايلة للشبابي شوية، علشان ما لأ الأطفال بمثالها بتكبر فبيغيروا طبعا بعد كده. فاحنا أوضة الأطفال أنا بتعجبني العروسة اللي بتبقى عاملة أوضة زي كده، أوضة شبابي. هنا حطينا كل ما يخص الأطفال. اللي فوق ده لحاف أطفال، وزينا جنبه بالفوط، طبعا فوط الأطفال دي اللي التزيين مش أكتر من كده. ده لحاف أطفال. هنا حطينا الرف التاني ده ملايات وفوط. هنا برضو حطينا بطاطين أطفال. في النص هنا ده مفرش قطيفة جنب بطانية الأطفال، وتحت بطانية أطفال ودفايات، وتحت برضو دفايات أطفال. هنا هتلاقي كل حاجة بتخص الأطفال. زي ما قلت لكم هنا العروسة كانت مختارة كل حاجة بعناية، مختارة حاجتها يعني واحدة واحدة، إياهم زي ما بيقولوا واحدة واحدة. هي حاجتها اللهم بارك، مش عايزة بصراحة. أنا 90% شغلي بيطلع شكله أحلى لما بتكون الحاجة خامة حلو. كده خلصت معانا الأوضة.
أتمنى يكون شغل عجبكم. هستنى رأيكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.